أنا اسمي ناهد، عندي 40 سنة، عايشة لوحدي من زمان بعد ما اتطلقت من جوزي، والسنين دي كلها كانت صعبة عليا جدا. الوحدة وحشة يا جماعة، بتاكل في الروح. مفيش ضحكة في البيت، مفيش كلمة حلوة، مفيش حد يحس بيكي. يومها كان عندي مشكلة في البلكونة، الحديد بتاعها اتفك وبقى خضر. سألت الجيران، دلوني على حداد اسمه عرفة، قالوا لي راجل محترم وبيشتغل كويس. قلت خلاص هو ده اللي هجيبه. رحت ورشته، لقيته قاعد راجل طويل، وشه فيه ملامح جدعنة وكلامه طيب. أول ما سمعني قلت له أنا عندي مشكلة في البلكونة والشبابيك. رد عليا بابتسامة، ولا يهمك، عنوانك فين وأنا أجيلك. صوته كان هادي وكلامه مريح، حسيت إن فيه أمل. بعد يومين جه عندي الشقة. أول ما دخل بص حواليه وقال شقتك جميلة بس محتاجة شوية شغل. ضحكت وقلت له أهو علشان كده جبتك. وريت له البلكونة والشبابيك وهو بدأ يقيس ويشوف المطلوب. قلت له تحب أعمل لك كوباية عصير قبل ما تبتدي؟ بصلي باستغراب وقال يا سلام، كرمك كبير. دخلت المطبخ، عملت له عصير وقدمته له، وهو شرب وقال إيدك تتلف في حرير. الكلمة دي كسرت حتة جوايا، حسيت إني ست لسه فيا حياة ولسه فيا إحساس. ابتدى يشتغل وأنا واقفة ببص عليه، كل مرة يرفع إيده أو يمسك في الحديد كنت بحس إن الشقة بتنور. كنت براقبه من بعيد وحسيت إن في حاجة غريبة بتحصل جوايا، يمكن عشان بقالي سنين مفيش راجل في حياتي، ويمكن عشان هو مختلف. بعد ما خلص الشغل في أول شباك قعد يرتاح شوية وأنا عملت له كوباية شاي، وهو بيشرب قال لي بصراحة الوحدة صعبة، أنا كمان متطلق من 15 سنة. الصدمة مسكتني وبصيت له، إيه ده؟ إحنا شبه بعض، أنا كمان الوحدة واكلاني من جوه. اللحظة دي حسيت إن الكلام بينا مش مجرد هزار، لأ ده في حاجة بتتولد. قعدنا نتكلم عن حياتنا، عن الأيام اللي راحت، عن الحرمان من وجود شريك، وكنت شايفة في عينه نفس الشوق اللي عندي. بعد ما عرفة خلص الشغل ومشي، فضلت قاعدة في البلكونة أبص على الحديد الجديد اللي ركب، وكأني ببص على بداية جديدة في حياتي. حسيت إن البيت نفسه بيتنفس، ومن يومها بقيت مستنية أشوفه تاني. قلبي بقى يدق أول ما افتكر صوته وكلامه. هو بقى كمان ما طولش عليا، تاني يوم كلمني في التليفون وقال لي يا ناهد، كنت عايزة أطمن عليكي، البلكونة تمام؟ ابتسمت وأنا ماسكة الموبايل وقلت له تمام يا عارفة، بس أنا اللي مش تمام، الوحدة لسه بتوجع. سكت شوية وقال طب إيه رأيك أعدي عليكي بكرة نشرب الشاي سوا ونراغي شوية؟ وقتها قلبي طار من الفرح. بقى يجي يزورني مرة ورا مرة، مرة يصلح حاجة صغيرة في الشقة، ومرة يجيب لي حاجة ناقصاني، لكن في الحقيقة هو كان بيصلحني أنا. كل يوم بيقعد معايا كنت بحس إن في جزء من وحدتي بيتكسر وبيختفي. كنا بنقعد في الصالة نتكلم بالساعات، يحكي لي عن شغله وتعبه في الورشة، وأنا أحكي له عن أيام جوازي اللي راحت وعن سنين الوحدة. في مرة قال لي عارفة يا ناهد، أول مرة أدخل بيت وأحس إني مرتاح كده. رديت عليه وقلبي بيترعش، وأنا كمان أول مرة أحس إني مش لوحدي. ابتدينا نتعود على وجود بعض، بقى كل خميس بعد الشغل يجي ياكل عندي. كنت أطبخ له بإيدي وأشوف نظرة الامتنان في عينيه. كنت أحس إني عايشة الدور اللي اتحرمت منه سنين، دور الست اللي بتخدم الراجل اللي بتحبه. وفي يوم وهو ماشي وقف عند الباب وبصلي وقال يا ناهد، أنا مش عايز أبقى مجرد صنايعي بيجي يصلح لك البلكونة أو الشبابيك، أنا عايز أبقى راجل في حياتك. وقتها الدموع نزلت من عينيا من غير ما أتكلم. هو فهم وحط إيده على إيدي وقال من النهاردة مفيش وحدة تاني. ومن اليوم ده حياتي اتغيرت، ما بقتش نايمة على سرير بارد، ما بقتش أفتح باب الشقة ولاقي صمت، بقى في صوت ضحك، بقى في كلمة حلوة، بقى في حد يستناني ويسأل عليا. ويمكن ربنا فعلا بعتلي عرفة مش علشان البلكونة، لكن علشان يرمم قلبي. الأيام عدت بسرعة وبقينا نشوف بعض كتير. عرفة بقى يدخل البيت كأنه واحد من أهله، مرة يجيب لي خضار، مرة يجيب لي حلو، ومرة يجيب لي ضحكة تكفيني يومين. وأنا كنت ببقى مبسوطة إني لقيت راجل جدع سندي بعد سنين.
في يوم قال لي: ناهد، أنا مش عايز نفضل كده، الناس ممكن تفتكر أي حاجة. قلت له: وأنا مالي بالناس يا عرفة، إحنا عايشين في حالنا. رد عليا وهو ماسك إيدي: بس أنا عايز أبقى جوزك قدام الدنيا كلها، مش مجرد راجل في حياتك. الكلمة دي قلبت كياني، دموعي نزلت من غير ما اتكلم. ساعتها عرفت إنه صادق، وإنه مش جاي يملع فراغه وبس، ده جاي يعوضني. قلت له: طب وإنت شايفني لسه تنفع؟ ضحك وقال: إنتي أنسب واحدة ليا، إنتي البيت اللي بدور عليه من سنين. بعد كام يوم جالي ومعاه عيلته الصغيرة، أخته وأولادها. دخلوا عليا بالهدايا والحلوى وقالوا لي: إحنا جايين نطلبك رسمي العرفة. قلبي كان بيخبط كأنه هيطير من صدري، كنت حاسة إني في حلم. وافقت من غير تردد، والفرحة كانت باينة في عينيه قبل ما تبان في وشي. اتخطبنا في البيت، عملت عزومة كبيرة، جبت قرايبي وجيراني والكل بارك ليا. كنت لابسة فستان بسيط، بس نظراته ليا خلتني أحس إني ملكة. ما كانش فارق لا دهب ولا شبكة، كل اللي فارق إننا لقينا بعض. وبعد شهور قليلة اتجوزنا. يوم الفرح كان بسيط، قاعة صغيرة، موسيقى هادية، والضحك مالي المكان. كنت ببصله طول الوقت وأقول جوايا: يا رب ما تحرمنيش من السند ده أبداً. اتنقلت أعيش معاه في بيته، وكان بيهتم بيا بطريقة عمري ما شفتها قبل كده. يصحيني الصبح على ريحة الشاي، يقولي: صباح الخير يا أحلى ست، وأنا رد: صباح الخير يا سندي وظهري. بقيت حاسة إن السنين اللي ضاعت اتعوضت كلها في اللحظات دي. والنهاردة بعد كل اللي عشته أقدر أقول إن ربنا بيعوض. أيوة الوحدة كانت صعبة، وأيوة الحرمان كسرني، لكن في الآخر لقيت الراجل اللي يمسح كل ده ويبتدي معايا بداية جديدة. ودي كانت حكايتي يا أجمل متابعين. افتكروا دايما إن بعد كل وجع في أمل، وبعد كل وحدة في سند.